بتدور على صاحب الرعايه، بتدور على صاحب المكان، بتدور على المسؤولين، هنتحاسب قانونيا. منك لله، ليه عملتي كده فيا؟ انا ان شاء الله تكوني مرتاحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار عندك؟ تمام الحمد لله كله ماشي. الحمد لله. الحاجه برايفت معانا ان شاء الله. ازيك يا حاج؟ سلمي يا حاج. يا بنتي نورتي. يا نورك يا بنتي. تعالي يا حاج، تعالي يا ماما، تعالي سنها. تعالي يا ماما. فين؟ فكرة المطفى فيها جامد. تمام ماشي. ناخد بالنا طبعا انت عارفه اللي هي عشان جايه برايفت خاص. استاذه ناهد المسؤوله عن الدار، وطبعا ابنك قال لي ما ينفعش حد يقعد طبعا مع امه، فضيت لك الدار كله طبعا عشان تكون برايفت ليكي، تكون خاصه. في عينيا. الله يخليك يا استاذه ناهد، متشكرين جدا وان شاء الله كده خير. خش يا ماما، خش تعالي يا ماما. خش يا ماما، خش. دخليها، خد الشنطه بتاعتها اهي. ماشي. وتعالي يا استاذه ناهد عشان عايزك بس ضروري دخلي الحاجه الاول. تعالي يا ماما اتفضلي. في اللي كل حاله بتخش لك انا ما فيش شكاوي بتجيلي ولا اي حاجه، شكلك مسيطره على الموضوع جامد يعني. الحمد لله طبعا. الناس كلها بتحبك هنا طبعا. المكان ده مش بتاعي انا لوحدي، لا ده مكانك وسمعه ليا وسمعه ليكي. تسلم بثقتك الحلوه دي ليا. ربنا يخليك يا رب. وانا حاسس ان انا هشوف نتيجه كويسه مع الحاجه. طبعا. وفي حد اشتكى مني؟ الناس كلها توفير بقى. مش عايز اقول لك عشان السكر والكلام ده ابنها مأكد عليا، حمامات كتير، اكل، تلفزيون، بتحب الحاجات دي كلها. ما تقلقش، والعلاج هتاخده في ميعاده وكل حاجه تمام. ربنا يبارك لك. عايزين نحسسها بالموضوع اللي ده مش قاعده هنا ضيفه. تمام. عشان هي ابنها يجي، وطبعا يعني فاهماني انت طبعا. ما تقلقش. عشان الناس الكبيره دي تستحملي يا استاذه. ان شاء الله ما ماشي. تقلقش، وهي في عينيا وزي والدتي طبعا. باذن الله ان شاء باذن الله. واشوفك على خير واسمع عنك سمع خير. ربنا يبارك لك. شكرا. مع السلامه. مش عايزه اي حاجه؟ ربنا يخليك. اي حاجه تليفوني معاكي. اكيد طبعا. ده مش مكان لوحدي. ان شاء الله خير. مع السلامه. السلام. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ايه يا بنتك؟ ايه ده محطوط كده بس؟